أهل السفينة كلهم كانوا بيصلوا، والوحيد الذي لم يصلي هو نبي الله العظيم يونان. صدقوني ربنا طيب اللي سكت على الراجل ده. أنا مستغرب على يونان ده. أهل نينوى دول لو وقعوا في إيد يونان كان شطب عليهم من أجل كرامته. يونان أولا هرب من ربنا، وخطيته دخلته في الذات، في عدم الطاعة، في العناد مع الله، في الهرب من الله، في عدم محبة خلاص النفس، في عدم اتفاقته بمشيئة الله. خطية بتولد بتزرع. بيقول دخل في جوف السفينة ونام نوما ثقيلا. ازاي قدر ينام وهو هربان من ربنا؟ ده لازم ضميره نام نوما ثقيلا قبل ما جسده ينام نوما ثقيلا. ويقول اهرب من ربنا. طب تهرب من ربنا تروح فين؟ تركب وتروح البحر؟ طب ما هو اله البحر. الخطية بتقود للجهل. وتاب يونان لم يشتبه. ده ما تابش الا بعد كده. ما هو برضه اللي فيه داء ما يبطلوش بسهوله. ده بعد ما نادى على نينوى واهل نينوى تابوا. بيقول فغم ذلك يونان غما عظيما فاغتاظ. تغتاظ عشان خلص 120,000 نسمة؟ كرامتي، سلامة كرامتك يا حبيبي. برضه ربنا قال لصالح يونان. ربنا جه طيب صحيح.